اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحلتي من الفشل الى الفشل. لما كان عندي 12 سنه 2014 كده، لما كنت في مصر، وكنت بالنسبه لي بقى القراءه دي شيء رخم ورزل، وكان عندنا مكتبه في اوضه ابويا. انا شايف ان في كتب كتير قوي، يعني لو ما تيجي نشوف ايه ده، يعني فاهم، فضول بقى، فانا عايز اشوف الكتب دي انظمها. فخدت كده كتاب، طلع في ايدي كتاب تشارلز ديكنز، اللي هو ايه، بيعمل قصص، فاهم، وبيعمل انجليزي من دماغه، فبيع اللي هو ايه، بص هحزق اطلع حاجه انجليزي كده حقيقة معتبره. فالكتاب رخم ومعقد ومكتوب بالانجليزي القديم، وانا كنت 12 سنه. انا بقى كنت شايف ان المكتبه بتاعت ابويا دي كلها كانت كتب مجعلصه، واغلب الكتب في المكتبه الكبيره دي كانت كتب مساعده ذاتيه، كتب هتتكلم عن الاداره، فن الاداره، التسويق، فن الشغل. ده كتاب انا كنت اقدر اقرا في الكتب دي، لكن ما كنتش هستوعب بقى الكلام ده بيتكلم على ايه، يعني ايه الرساله في الاخر. اللي انا كنت متاكد منه ان انا ما كنتش هجيب خلق ان انا يعني اجيب اول صفحه اصلا، اللي هي ما فيش مكتوب فيها حاجه حرفيا. فتقدر تقول كده ان انا صنفتها كلها كده ككتب على بعض كده مجعلصين، مش حلوين، مملين، كتب بقى لو كتب. فمن الاخر كده ركنت الفكره بتاعت القراءه دي على جنب. 2015 انا ووالدتي رحنا معرض الكتاب. معرض الكتاب ده بقى اللي هو ايه، فيه كتب كلها. كنا معديين من جنب كشك ومكملين الرحله بتاعتنا الجميله اللي احنا بنلف فيها المعرض الكتاب كله حرفيا. واستوقفنا كده كشك، انا ما استوقفنيش في حاجه عشان عبيط واهبل ماشي وما ورا امي كده لكن امي شافت كتب للدكتور مصطفى محمود. الكتب اللي هي ايه، كتب نظيفه، هي الكتب اللي التقيله يعني، لا محترم، كتب محترمه، ومن الكتب اللي لازم تتقري. كنت 13 14 سنه، وكتب الدكتور مصطفى محمود مبسطه وممكن كنت اقراها برضو في السن ده عادي. امي طبعا قالت لي اشتري الكتب اللي انت عايزها، فاشترينا 8 كتب للدكتور مصطفى محمود. عشان اعرفكم بس بالدكتور مصطفى محمود، العالم المصري، المفكر، الفيلسوف، الاديب، الكاتب، بيحاول يربط ما بين العلم والايمان، بيعمل ما بينهم زي بيقول لك كباري من بين العلم والايمان. انا كنت قريت بس كتابين في 2015، وكتاب مثلا في النص كده 2018، بعدين ايه 2020 هي اللي جت ظبطت الدنيا خالص في الكتابه بقى وفي طريقه التفكير والدماغ وكل حاجه. انا فرحان بعدد الكتب اللي انا قريتها. انا مش فارقه معايا انا بقى خلصت ايه مخلصتش ايه، انا عارف ان انا دلوقتي بقرا في كتب كتير قوي، حاطط كتب اون هولد كده، كنت ماشي في نصها زهقت منها ركنتها، بدات اقرا في حاجات انا ام اكشلي انترستد ان. يعني انا دلوقتي هدي لك مثال، انا دلوقتي بالنسبه لي ايه نور بيفكر في ايه. انا كنت دايما بتساءل قوي قوي بقى، يعني احنا عارفين كلنا كبشر بنتساءل كيف بدأ الخلق. انا بقى اكتر واحد بيتساءل في الحياه دي كلها بقى عن كيف بدأ الخلق بجد بقى، عشان انا كنت دايما بطرح الاسئله دي وللناس، والناس ما تتجاوبش، فاللي هو انا زعلان، فاللي هو يعني يا جماعه تقولوا لي كيف بدا الخلق، ما تنجز يا اسطى، في عادي سهله. طب ايه علاقه كيف بدا الخلق بالقراءه واللي احنا بنتكلم فيه؟ في علاقه كبيره. كنت بتساءل كيف بدا الخلق، فلقيت كتاب اسمه قصه بدء الخلق، 1150 صفحه، قصه بدء الخلق وخلق ادم عليه السلام. انا انترستد ان انا اعرف توبيك زي كده، كيف بدأ الخلق، فجبت كتاب كيف بدأ الخلق. فانا جبت كتاب زي ده علشان اشبع فضولي في هذا الموضوع. انا انترستد في شويه حاجات، والحاجات دي انا بقرا فيها، فانا مش كاره القراءه، علشان انا شايف ان القراءه في الحاجات دي بالنسبه لي شيء ممتع اصلا. انا شايف ان القراءه في كتابات الدكتور مصطفى محمود، انا شايف ان هي حلوه، كتبه حلوه، وخلصت منها كتير علشان انا انترستد فيها وبخلصها بسرعه من كتر حبي فيها. ففي الاخر انت عايز ايه يعني؟ انت بتقول ايه بقى؟ يعني احنا المفروض نعمل ايه؟ ما تحكمش على القراءة ان هي مملة ورخمة، علشان بالنسبة لك هي ممكن تكون مملة ورخمة في حاجات معينة، واكيد هي شيقة في مواضيع معينة بالنسبة لك انت. انا هدي لك مثال، انا كنور بحب الكتابة، ففي الاخر اشتريت كتاب ستيفن كينج اون رايتنج. ستيفن كينج اللي هو الكاتب المعروف جدا، اللي هو كتاباته اتحولت لافلام اصلا، وعنده نوفلز رائعة. يعني اتكلم عن انك ازاي تكتب بقى، يعني هو كاتب وبيقول لك ازاي تكتب بقى وظبط لك الدنيا، فشيء بديهي طبعا، فخلاني انترستد فيه قوي، وخلصت الحمد لله رب العالمين في 25% مثلا من الكتاب ده. هل هي مشكلة يا نور لو انا ما عنديش حاجه انا انترستد فيها؟ يعني انا حرفيا دلوقتي يا نور ما عنديش حاجه عايز اعرفها، ما عنديش فضول في حاجه، ما عنديش مثلا هوايه في حاجه، لكن انا عايز اتجه للقراءه. خلاص انا كده ضعت ولا ايه؟ لا انت ما ضعتش، انت بس هتحتاج انك تدور. رحت الكتب اللي هي المساعده الذاتيه، لقيتها مش عارف ايه قفشه معايا، لقيت ان هي صعبه عليا، فلا رحت شفت القصص، لقيت القصص اللي كانت عندنا كلها تشارلز ديكنز بقى، ومش عارف التنين المجنح وشكسبير ومش عارف الحاجات دي، فلا شكرا. في مره كده رحنا معرض الكتاب وجبنا دكتور مصطفى محمود، قريت في كتبه، اتشدت ليها، ولحد دلوقتي انا بقرا في كتبه، ويا ريت والله العظيم اجيب كل كتبه، يعني هي 89 كتاب حرفيا يعني. او برضو ممكن نلجأ لحل تاني، بحيث ان احنا نروح نتجه للقراءة بطريقة صحية وبطريقة صح، وهي ان هي موجودة في القرآن. اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ في دينك كمسلم، بيزك مسلم لازم تقرأ وتعرف عن دينك. اقرأ في القرآن، ده أولى حاجة انت المفروض تقرأ فيها. اتعلم، اطلب العلم، اعرف، ورفع عن نفسك برضو في القراءة. أكيد يعني لما تيجي تقرأ برضو لازم ترفع عن نفسك، لكن الأولى خالص لينا كلنا كمسلمين إن احنا نقرأ في كتاب الله، بعدين نقرأ في الكتب اللي بتفسر كتاب الله وبتتكلم عن الدين الإسلامي وازاي تبقى مسلم. ربنا يوفقنا كلنا في حاجة زي كده إن شاء الله. وزي ما قلت لك ككونكلوجن، اقرأ في الحاجة اللي انت شايف انك ممكن تبقى انترستد فيها او تحبها. لو مفيش حاجة انترستد فيها، اقرأ في اي حاجة ودور، هتلاقي ده معجبكش، هتلاقي ده اكيد عجبك. بس كده، متنساش تعمل لايك وشير، تعمل كومنت، قولي ايه رأيك في الفيديو، متنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.